السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت وجبت لكم وصفة تبيض. تستعملوا فيها صابون. انا درت هذا الصابون وانتم لكم الاختيار. فيها الفازلين، فيها القهوة والحليب، تحتاجي كذلك الحليب والفازلين والعسل الحر. لا ما عندكش ديري عسل تاع الشيفة. تربي الصابون وديريه في حمام مائي وتقعدي تخلطيه بشويه حتى يذوب. صدقوني بلي هاد الوصفه فعاله، انا جربتها شخصيا وجبت نتيجه. ديريها لوجهك، الابطان، الرقبه، هايله. وتشوفي تلاحظي النتيجه في النهار من اول استعمال، تلاحظي النتيجه. بعد ما ذاب الصابون راني نضيفت له القهوه مرحيه وتقعدي تخلطيه بشويه. هاد الوصفه شفتها اخت مصريه دارتها في اليوتيوب وجربتها وبالفعل جابت نتيجه. بغيت نشاركها معكم. ضيفي الفازلين، سيرتو في الصيف كاع اكثر النساء يعانوا من الاسمرار تاع الرقبه والوجه. صدقوني انا ما نستغناش عليها، نخدمها ونديرها في علبه هكا وندسها في الثلاجه. كل ما نجي رايحه ندوش نستعملها، نديرها في وجهي، في رقبتي، في الابيطين، نخليها شويه في الوجه ما تطولش، مي في البلايص الاخرين نورمال نخليها ومن بعد نغسلها. كل دوش راح تلاحظي سيدتي الفرق، وجهك يولي منور منها. ضفت الفازلين، نزيد نضيف العسل. انا جربت بزاف وصفات على التبييض وعلى الوجه. صدقوني لقيت نتيجه ولقيت روحي مع هذه الوصفه وقعدت دائما نعاودها، نديرها في علبه وكي تكملي نعاود نزيد نصنع. انني دايره هنا العسل الحر، انا شارينو. اللي ما عندهاش معليش ما ديروش، ولا ديري العسل تاع الشيفه هذاك اللي نشروه. تواصلي التحريك، تخلطي مليح. ما تنسونيش بالدعم، من فضلكم القناه تاعي نحوسكم تدعموها فضلا وليس امرا. جيم، كومونتير واشتركوا في القناه تاعي من فضلكم. مشاهدات هي ناقصه عندي بزاف. بعد ما تطفي عليها وتقعدي تخلطيها هكا، بعد ما تمسكت كاع المكونات. تعمريها في علبه تكوني غسلتها ومنقيتها هي، وديريها في الثلاجه. هيا نخليكم، سلام.